تم مساء الجمعة بمركز ترامب كندي المرموق بواشنطن الاحتفاء بمرور 250 سنة من الصداقة والتحالف التاريخيين اللذين يجمعان بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال حفل بهيج تميز بحضور شخصيات رفيعة المستوى وتخللته عروض ثقافية وفنية متنوعة. واحتفى هذا الحدث المتميز وذو الدلالة الرمزية المنظم بمبادرة من سفارة المغرب في واشنطن بحضور العديد من الضيوف المرموقين، من بينهم مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، حيث جسد تحالفاً يتألق بفضل استمراريته وبعده الاستراتيجي وقيم الأخوة التي تمتد روابطها بين ضفتي المحيط الأطلسي. وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وين وول المساعد الخاص للرئيس دونالد ترامب والمدير المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس الأمن القومي، وبرايان جي إليس نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية، مناسبة لتجديد التأكيد على تفرد وثبات العلاقات المغربية الأمريكية التي ما فتئت تتجسد من خلال تبادلات مستدامة ومبادرات مشتركة ورؤية مشتركة تستشرف المستقبل. كما شكل الاحتفاء بتخليد 2.5 قرن من التحالف المغربي الأمريكي الممتد عبر الزمن والذي يرسم معالم المستقبل، لحظة قوية للاعتراف وتسليط الضوء على علاقة تاريخية استثنائية تأسست على مر الزمن واستندت إلى الحوار والذاكرة المشتركة والاحترام المتبادل.